قال سحنون في المعيار المعرب. هذا المعيار المعرب هذا كتاب عظيم جمع فيه صاحبه اللي هو الونشاريسي فتاوى أئمة المالكية، وشدد النكير في هذا. قال لك ما خص الإنسان يهنئ المسلم بمثل هذه المناسبة، لا يجوز، حرام عليه أنه يهنئ بمثل هذه المناسبة، ولا يجوز للإنسان أن يشارك فيها. قال لك إذا فتح تشارك فيها حبا فقد الدين تاعو. هذا إمام من أئمتنا، ماشي احنا تنقولوا احنا تنجيبوا هذا الشيء من برا، لا هؤلاء أئمتنا. ولا تيدير هذا الشيء غير مجاملة ولحب الدنيا، قال فقد ارتكب جرما عظيما. هذا في كتاب المعرب. هذا كلام مفاده، كلام ذكره سحنون مفاده هو هذا، أنه الإنسان تيخصو يجمع راسه في مثل هذه المناسبة وما يبقاش غير تيتكلم وتيطلق. فلذلك معاشر المسلمين والمسلمات تيخص الأمور فيها واحد شوية الحزم مع وليداتنا. اش بغيتي دير الوليدات؟ لا بغيت توسع على وليداتك، ليس في مثل هذا اليوم. وقد ذكر هو رحمه الله يعني سحنون أنه لا يجوز التوسعة على العيال في مثل هذا اليوم. ورا الكتاب الحمد لله راه طبع على لعله نفقة جلالة الملك الراحل محمد الحسن الثاني رحمه الله تعالى. إذا القضية هؤلاء أئمتنا تيمنعون، تيقول لك لا تفعل ذلك. إذن فهذه مجموعة أمور ينبغي أن نعيها تمام الوعي، وبالتالي غادي تدفعنا في الآخر أن الإنسان خصو يتقى الله في مثل هذا اليوم، ويبشر اليوم تاعو كمثل سائر الأيام. اش دخلنا احنا في هذه السنة الميلادية؟ اش لينا فيها؟ بالله عليكم ما الذي لكم فيها؟ المسلمين اشنا هي الحاجة اللي تيجنيو منها؟ اشنا هو الخير؟ والو. الأمن تيكونوا في حالة استنفار، المستشفيات في حالة استنفار، الجرائم ما أكثرها، الشذوذات ما أكثرها، الزنا، شرب الخمور. اش اللي عندنا احنا في هذا اليوم؟ قول لي بالله عليكم هي شي حاجة اللي تنستافدوها؟ ما كاينش. ما عندنا حتى شي فضل في هذا اليوم. عندنا فيه الرزايا، شحال من أرواح تزهق، شحال من نفوس تتمشي، وشحال من أعراض تنتهك بدعوى ساعة الصفر. ملي توصل ساعة الصفر خصك دير شي حاجات اللي تستقبل به العام الجديد وتدخل به تدخل به الكيناس وتدخل به كذا. هذا يا معشر الله.